مشاهدينا في كل مكان بنستمتع بالسمسمية وحاسين بالتواصل الجميل والحب بين محافظات القناة السويس واسماعيلية وبورسعيد من خلال الأغنية الجميلة اللي تابعناها. من خلال أغنية السمسمية بنروح للشباب المخترع، الشباب المبتكر، صورة جميلة للشباب المصري اللي بنتمنى ان هو يكون كده، يكون بهذه المواصفات بهذا الشكل، ولكن بيقدم لنا ابتكاراته واختراعاته وفكره. بينتظر مننا ان احنا نسانده، بينتظر مننا ان احنا نحاول ان احنا نقف جنبه علشان نطلع افكاره دي للنور وتبقى يعني تسجل باسم مصر سواء داخل مصر او خارجها. الاختراع بسيط من وجهة نظري ومن وجهة نظرهم، ولكن هو في الحقيقة حاجة كبيرة جدا. طيارة تركب عليها كاميرا، الكاميرا دي بتقوم يعني انا مش عايز اقول تفاصيل كتير جدا، ناخد التفاصيل من اصحابها. 8 شباب جميل جدا اختاروا 2 يتكلموا باسمهم. المهندس محمود المنياوي. اهلا باشمهندس. انا مهندس عمرو رشاد. محمود المنياوي. عادل محمد المنياوي. اهلا بيكم معانا، منورينا النهارده. ايه الاختراع بقى انا عامل يعني في نوع من الحماس جدا. يسعد صباحكم الاول، واحنا بنشكركم ان انتم استضفتونا في بلدكم الجميله دي، اهلها الجمال جدا جدا. وزي ما هاني قال احنا حابين تكلمونا انتوا عن الاختراع اللي انتوا اخترعتوه، احكوا لنا كل يعني تفاصيله، ازاي ابتديتوه وصل لايه دلوقتي. هو الفكره يعني تعتبر بسيطه جدا، يعني هي اللي يسمع طياره يفتكر الموضوع كبير او كده. لا، هو احنا استخدمنا الفيزياء البسيطه اللي احنا اتعلمناها في ثانويه عامه، حتى مع جزء بسيط من الكليه، مع بعض ان احنا نعمل سيرش. الموضوع ما بيجيش بسهوله يعني. حجمها الاول اتكلم، لان لما بنقول طياره الناس بتفتكر طياره يعني حجمها ايه؟ حجمها 80 في 80، يعني 80 سم في 80 سم. الموضوع صغير، واحنا اصلا يعني هو مش ده الموديل ان هي تبقى اكبر، لا هي دي هي اساسا هتفضل كده. ده استخدامها اصلا، لان هي احنا عاملينها تبقى مستخدمه انت صغيره كده. يعني 80 في 80 تبقى مستخدمه اليوزر عادي، المستخدم يستخدمها عن طريق ريموت كأن اللعبه. ريموت وايرلس او كده، ان هو لاسلكي يعني يقدر يتحكم فيها. نزود لها بقى كذا فانكشن، ان احنا مثلا يبقى فيها كاميرا تصور، تبعت اللي هي بتصور ده لايف، فيها سنسورز حساسات مثلا تقيس حراره، رطوبه، ضغط، ارتفاع، وهكذا يعني. بس هو ممكن استخداماتها عمرو يكمل حاجه. عمرو، يعني هل انتوا جبتوا طياره جاهزه؟ يعني احنا عارفين ان في الطياره دي بيلعبوا بيها، يعني مخترعه وبيلعبوا بيها وبيعملوا حتى مسابقات دوليه، اللي هي الطيارات اللي بيتحكموا بيها بالريموت. تمام. انتوا الاختلاف بقى، انتوا جبتوا طياره جاهزه وحطيتوا زودتوها بكاميرا مثلا، ولا انتوا صنعتوها من اي تو زد زي ما بتاعي؟ لا، احنا عملناها من اي تو زد. واحنا عشان يعني قسم اتصالات والكترونيات، فاحنا كميكانيكا وايروداينامكس وكده، يعني علم الطيران، فاحنا مش اقوياء فيه قوي يعني. فاحنا يعني فكرنا في الديزاين دوت بحيث ان هو يكون اسهل مما يمكن. هو الديزاين بكل بساطه عباره عن يعني هي طياره زي حرف زائد كده، طياره رباعيه المواتير، عليها 4 مواتير بتتحرك. لما تيجي تتحرك راسيا، هما 2 على الجناح، واحد على الديل وواحد لا يعني هي حضرتك عامله زي مثلا حرف زائد كده. عليها 4 محركات. 4 مواتير. ميزتها ان هي ببساطه بتتحرك، يعني اما تيجي تطير او تنزل او كده بتتحرك راسيا يعني من الارض، زي الهليكوبتر كده. زي الهليكوبتر، بس كتصميم وكده اسهل بكتير من الهليكوبتر. وبعدنا خالص عن تصميم مثلا في طيارات ثانيه نوع الايركرافت، مثلا لما تيجي بتطير بتحتاج مدرج عشان تطير وترجع تاني كده، فبقى الاستخدام بتاعها صعب. لكن ديت انا ممكن استخدمها مثلا في ابلكيشن، يعني في اماكن ضيقه او كده. ممكن استخدمها مثلا عشان هي عليها كاميرا وحجمها صغير وطريقه التحكم فيها سهله. استخدمها مثلا في زي مثلا شركات البترول، اقدر مثلا اطلع على ارتفاعات عاليه، اعمل بيها تشيك مثلا على اذا كان في مثلا عيب معين. عمرو معلش انا عايزه اسال، هل الطياره دي ليها يعني مجالات معينه، يعني هي تستخدم في مجالات معينه، ولا المعلومات اللي تلقطها مفتوحه؟ هو يعني هي بتتحدد على اساس اليوزر اللي هو عايز يستخدمه. يعني انا مثلا لو انا مثلا في شركه بترول، اخدها مثلا استخدمها اقيس بيها مثلا عدادات على ارتفاعات عاليه، او مثلا عندي عيب مثلا على ارتفاعات عاليه، صب مثلا في ماسوره ولا كده، اطلع اشوف. ممكن انا مثلا لو انا يعني مثلا صحفي او كده، استخدمها ان انا اغطي بيها مثلا اماكن معينه، مثلا حاجات ايفنتس معينه، مهرجانات، مش عارفه ايه، مهرجانات مثلا، حاجات مثلا اللي انا صعب ان انا اوصل لها، مثلا يعني مثلا قدر مثلا حرايق او كده، وتغطيه صحفيه. تفاصيل المعلومات او الصوره اللي بتلقطها دقيقه ولا
هي برضه بتختلف يعني عن طريق واحد للتاني. يعني مثلا بتاع مثلا شركه بترول مش هيهتم ان هو يكون كاميرا مثلا عاليه قوي، هي الكاميرا بس اللي هو يطلع يبص بس من فوق خلاص. لكن مثلا لو انا مثلا استخدم واحد بتاع سينما، لا لازم يكون الكاميرا ريزولوشن بتاعها عالي. ممكن تتغير الكاميرا يعني؟ بتتغير وتغير الترانسميتر والريسيفر بتاعها. طب عادل، الطياره ليها ارتفاع ما تتعدهوش ولا هي يعني؟ هو الموضوع في الاول بيتوقف على الرينج بتاع الوايرلس بتاعنا، احنا بنتحكم فيها لاسلكي. فاللاسلكي ده بيبقى ليه رينج معين ان هي ما تنزلش عنه. احنا الرينج بتاعنا تقريبا 300 متر. كام؟ 300 متر. 300 متر. بس احنا لما جربناها يعني عمليا، يعني احنا عشان كان طبعا هي كلفت مننا في الاول كتير وكده، في الموضوع ان احنا كنا بنخاف نجربها على نطاق اوسع، فجربناها لغايه تقريبا 30 متر وجربناها وصورناها على كده ان هي شغاله كده وبعتت وكانت شغاله تمام يعني. فده اللي احنا كنا جربناه في الوقت ده 30 متر تقريبا بس، لكن هي قدامنا رينج لغايه 300 متر يعني. بس انا بالنسبه للمستخدم العادي، انا لو هستخدمها زي ما عمرو قال ان احنا مثلا تغطيه صحفيه، ان انا مثلا في شركات بيبقى في عدادات على الارتفاعات عاليه، بدل ما اطلع المستخدم اللي هو العامل وعرضه للخطر، فانا هطلع الطياره مجرد ان هو بس قدام القرايه، الكاميرا قرت القرايه عندي تحت في شاشه بيعرض عليها اللي هي بتصوره لايف، فاقدر ان انا اشوف القرايه اللي فوق ويبقى انا كده وفرت، لكن انا مش هحتاج ان انا ابعد عن 300 متر. هي الكاميرا بتبقى في المقدمه بتاعتها يعني هي بص حضرتك، هي الطياره لما تشوفها ما تعرفهاش يعني قدام من ورا من يمين من شمال، احنا معلمين مثلا قدام ده بلون معين، القدام ده حاطين فيه الكاميرا. انا مثلا لو طالع بالطياره انا عايز ممكن اجيبها يمين ممكن اجيبها شمال، ما هو سهوله الاستخدام الطياره عندنا في كده. طياره الاير كرافت مثلا لو انا الكاميرا قدام وانا عايز الف اصور حاجه في الظهر، اضطر ان انا الف على رينج يعني او زاويه كبيره، لكن انا عندي في الطياره ان احنا ممكن نعمل هوفرنج في الهواء، اقدر اثبت في الهواء، مش لازم ان انا افضل متحرك، ممكن ابقى ثابت في الهواء والف حوالين نفسي في نفس المكان اللي انا واقف فيه في الهواء. فده اللي مسهل على الطياره، واقدر انزل في نفس المكان برضه، اقدر اجي يمين اجي شمال قدام ورا، فهو ده اسهل. طب انا عايزه اسال سؤال بس اطمن يعني، بس اطمن على الموضوع. عملتوا براءه اختراع ولا لا؟ سجلتوه بس الحمد لله، بس ده اهم حاجه. للسوفت وير بتاعها يعني البرنامج بتاعها اللي هو بيتحكم، برنامج التحكم، لان هو يعني هو كديزاين وفكره هي اصلا موجوده بره بس بسعر عالي قوي. لكن احنا كسوفت وير احنا بقى اللي غيرنا فيه، لان احنا عاملين الكنترولر بتاعها من ان انا عشان اتحكم في الطياره نفسها يعني دوت احنا مقارنه كده بين الاسعار، يعني انتوا وصلتوها لكام وهي سعرها كام؟ هي سعرها بيوصل لحوالي $4000 مثلا بره. $4000 بره هنا ممكن تعمل 5000 جنيه تقريبا. احنا لو احنا بعناها نبيعها ب 5000 جنيه. 5000 جنيه. والله هايل يعني. بس احنا صرفنا عشان نعملها، صرفنا مثلا كنت لسه اسالك عدينا 30000 جنيه. ده النموذج اللي هو الرئيسي، لا عشان توصلوا للشكل النهائي عشان نوصل ان احنا طبعا النتيجه النهائيه. المشكله هو حضرتك المشكله كمان هنا في مصر ان انا المشكله كلها في الكومبوننت او المكونات ان هي مش متاحه هنا، فبضطر ان انا اجيب من بره. يعني احنا في حاجات كتير جايبينها من امريكا ومستوردينها من امريكا والصين، فطبعا بدفع جمارك وحاجات بتبقى هناك بتبقى اغلى، حتى لو جبتها هنا ما بتبقاش شغاله كويس، فده اللي بيخليني ان انا اكلف اكتر كمان. يعني انا لو الامكانيات متاحه عندي هنا كنت ممكن ان انا ابيعها. هي موجوده ولا مش موجوده؟ يعني ممكن لو بحثت عنها تلاقي المكونات هنا ولا المكونات بتاعتها هنا اولا من صعب اجيبها، ولو جبتها ممكن حاجه مشابهه وممكن ما تبقاش كويس، ما بتبقاش بالجوده يعني هي دي فكره مثلا الصين نجاحها في صناعتها ان هي بتعملها، ان هم عندهم متاح كل حاجه، كل كومبوننت متاحه حواليهم، فبيقدر ان هو يطلع المنتج بسعر قليل جدا، ويقدر ان هو ياخد يعني الصين غزتنا بكده، يعني ان هم عندهم كل حاجه متاحه عندهم، فبيقدر ان هو يعمل كل حاجه بتكليف صغير ويكسب فيها. فهو هي دي الفكره. فانا لو الامكانيات متاحه ممكن نعمل حاجات اكتر من كده. احنا كنا عايزين نوصل لحاجات اكتر من كده ونطور اكتر من كده بكتير، كنا عايزين يعني نعمل طب بمناسبه الكلام عن الدعم بقى، احنا كنا لسه بنتكلم مع دكتور عاطف عن الدعم المحافظه لشباب الخريجين والمخترعين. انتوا لقيتوا الدعم الكافي منين بالظبط؟ هو احنا يعني حد دعمكم ولا لا؟ اكيد. هو بالنسبه للدعم احنا اللي سعينا فيه، يعني سعينا الاول لان احنا كنا مشتركين في مسابقه اسمها مسابقه صنع في مصر. دي المسابقه دي لازم بيتحط علينا ان احنا يكون لنا فكره المشروع، يكون ليها سوق اللي انا بعد كده ممكن ابيعها واسوقها وكده. فلازم في الاول في المراحل الاولانيه المسابقه اللي انا لازم يكون معايا سبونسر، اذا كان تكنيكال او فاينانشال، دعم مادي يعني. فاحنا الاول سعينا، رحنا في عندنا مصنع كبسي، رئيس مجلس الاداره المهندس محمد سيد، هو صراحه هو ساعدنا، يعني قعد طول السنه ادانا 10000 جنيه. دي اول 10000 جنيه، وبعد كده قدمنا في هيئه اسمها ايتيدا في القريه الذكيه. من غير ما نقول اسامي يعني حكوميه. لا بس هو صراحه يعني عشان باشمهندس محمد سيد برضه يستحق الشكر، لان هو ساعدنا. احنا بننادي بكده بنقول ان احنا عايزين دعم البحث العلمي. صحيح. كان نفسي الطياره تكون موجوده دلوقتي، من لنا كام صوره كده والله. يعني ما جبتوهاش ليه؟
والله الموضوع جه فجاه وما لحقناش يعني. لان هي اصلا هي مش معانا، احنا بنخلص ونستلمها في الكليه. هي كانت مشروع التخرج بتاعنا اصلا، يعني هي كانت بتاعت مشروع التخرج. طب جميل جدا. بشكل عام وبسرعه كده انا يمكن عايز اسال سؤال قبل ما يعني انتم منتظرين ايه اللي انتم عايزينه في المستقبل بالنسبه لهذا الخطاب؟ والله احنا يعني بعد ما واحنا الاول خدنا مركز ثاني في صنع في مصر، وصعدنا اول وثاني وثالث، رحنا مسابقه اسمها صنع فضل العربي، خدنا مركز ثاني على العرب، والمركز الاول كان اردني. يعني احنا صنفنا مركز اول على مصر. الواحد بعد يعني احنا كمجموعه بعد ما كسبنا هنا وهنا توقعنا ان احنا ممكن هيكون لنا تقدير اكتر، او هنتميز عن مثلا هنتميز عن زمايلنا التانيين اللي هو كان مثلا برضه يعني ما عملوش زينا او ما وصلوش زينا. فالواحد كان مستني اللي هو يلاقي مثلا فرص عمل، يعني بحيث هو يتميز شويه. حاجه ان شاء الله حزن يعني، بس ان شاء الله اللقاء الجاي تكونوا بتشتغلوا باذن الله. لا والله حزن ان شباب زي الورد كده مش ممكن والكل يعني. اكيد يعني البحث العلمي طبعا والعقول ليها برضه مكانتها بعيدا عن الكوره، بتفرحنا برضه يعني، برضه ده تميز. ما هو بس انتهى زمن الكوره وبدا زمن القدم كده. شايفين بتتميز بايه؟ ايه ده؟ شخصيه ابو العربي. ابو العربي؟ في بجد؟ طبعا. لا والله. لا هو كل بلد وليها الكاريزما بتاعتها يعني. لا هو شخصيه جدعه جدا، اهم حاجه. جدعه جدا يعني. ده اكتر حاجه، ولها حضور يعني في اي مكان تلاقي ابو العربي او البورسعيدي ليه حضور. يعني احنا عشان احنا بنسافر كتير وكده، حتى احنا ما بنحسش مننا احنا ابو العربي يعني قوي، بس تلاقي دايما البورسعيدي ليه حضور، ويعني معروف في اي مكان ده بورسعيدي ويقولوا عليه ابو العربي وكده. احنا بنشكركم مشاهدينا. يمكن احنا فقرتنا اللي جايه فقره فوتوغرافيا بتتكلم عن بورسعيد من صور نادره جدا. بورسعيد من حوالي 100 سنه، صور جميله بتعبر عن هذا المكان كان ايه وبقى ايه. فقره فوتوغرافيا هي الفقره القادمه في 6 صباح. احنا بنشكركم جدا، وللتاني مره بقول لكم شكرا ان انتوا استضفتونا في بلدكم الجميله دي، وانا بتمنى لكم التوفيق من قلبي فعلا، وان شاء الله يعني المره الجايه واللقاء الجاي معاكم هتكونوا في المناصب او في المراكز اللي انتوا نفسكم فيها واللي تستحقوها باذن الله، وربنا معاكم. يسعد صباحكم.